بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. مرحبا بكم جميعا، نشكركم لدعمتوني في الفيديو السابق وكانت تعليقاتكم إيجابية ويعطيكم الصحة. قندورتنا اليوم راح نستعملوا فيها 3 مترات من قماش قطيفة الريح أو قطيفة الهواء. طويت القندورة تاعي وبديت نقص في الجهة اللي فيها لاليزيير، طويتها على 2 فقط وقاعدة نقص في اللاليزيير. خذيت الجهة العلوية وين مفتوحة في الجهتين وين الزاوية القائمة هذيك، وطويتها طويت القندورة تاعي على 4 باش نفصل الجزء السفلي من القندورة، يعني الكلوش تاعي. اذا القندورة هنا مطوية على 4. راح ناخذ ربع دورة الخصر، نحدد ربع دورة الخصر بشكل ربع دائرة من الأعلى، نصف قطرها هو ربع دورة الخصر اللي هو 24 سنتيمتر. إذا عينته بهذا الشكل وتأكدت، وبعدها راح نقيس نحدد طول القطعة السفلية. خذيت 110 سنتيمتر وحددته على عدة جهات بهذه الطريقة باش نرسم قوس الدائرة السفلية. هنا فقط تطويت القماش تاعي، لازم تعاود تطويته لاني راح نستعمل في القص المقص الكهربائي. عاود تطويته وعاودت حددت فقط الاقواس تاعي. ولي تستعمل المقص اليدوي تخليها مطوية على 4 فقط باش تقدر تقص بسهولة. نعاود حددت القوس وفصلت الجزء السفلي من الأعلى ومن الأسفل، وتحصلت على قطعتين، قطعة للأمام وقطعة للخلف بتفصيلة كلوش. قطعة أمامية وقطعة خلفية. راح ناخذ الآن جزء القماش اللي فضال المتبقي مطوي على 2، وراح نحيت له هنا لاليزيير اللي بقات، يعني الجهة الأخرى تاع لاليزيير. هنا خليتها لكم فقط باش تعرفوا كيفاش تاخذوا قطعة القماش. الجزء السفلي وين مطوي والجهة هذه تاع لاليزيير قصيتها، وراح نبدأ نفصل في القطعة العلوية من الأمام. هنا ربع دورة الصدر، خذيت 28 سنتيمتر، طلعت ب10 سنتيمتر، 10 سنتيمتر طلعت بها. وخذيت هنا 12 سنتيمتر في الأعلى، وهبطت من دورة الصدر للخصر ب15 سنتيمتر فقط باش تجينا القصة تحت الصدر. حددت الخط هذاك اللي يجي أسفل الصدر، وطلعت هنا ب2 سنتيمتر ميلان 2 سنتيمتر باش ما تجيناش طايحة في الجناب. وهنا نكون رسمت حدود القطعة الأمامية اللي في الأعلى مطوية على القماشة مطوية على 2. فصلتها بهذه البساطة.
خذيت الشريط المتري باش نحدد بيه لي بانس هذوك اللي يجيو في الصدر. اذا هبطت هنا ب 12 سنتيمتر وحددت خط. البعد بين المنتصف حتى للخط هذاك 8 سنتيمتر فقط، لاني راح نزيد الشريط هذاك اللي يجي في الوسط. هنا رسمت لابنس بهذا الشكل، من بعد راح تبان لكم بوضوح اثناء الخياطة. عاودت حددت في الخلف لابنس تاعي. دركا راح نفصل الاكمام. طويت القماش بحيث يكون هنا ومطوي على 4، العرض تاعو 25 أو 30 سنتيمتر. كل واحد اللي يحب عريض ياسر يدير 30، اللي يحب شوية شوية يدير 25 سنتيمتر. والطول تاعها 50 سنتيمتر، لأنه حبيتها 3/4 فقط. اللي يحبها طويلة يدير 65 سنتيمتر تجيك طويلة. قصيته على شكل مستطيل، طوله 50 سنتيمتر وعرضه من 25 حتى 30 سنتيمتر. هنا هما الكمين، حددت المنتصف تاعهم وضعتهم على جنب. راح نفصل الآن القطعة الخلفية، إذا الجزء العلوي من الخلف. فتحت القماش المتبقي وخذيت القطعة الأمامية وضعتها، وراح نفصل على قدها. فقط خليت 2 سنتيمتر في الجهة المطوية، لأني في القطعة الخلفية مشني راح نزيد الأشرطة هذيك اللي في الأمام. فصلت القطعة الخلفية، راح ننزع القطعة الأمامية وراح نحدد لي بانس تاع القطعة الخلفية من نصف منتصف من منتصف الخصر. طلعت بانس طولها 10 سنتيمتر. الآن أخذ قطعة من القماش قطيفة وحيدة اللون، نحيت هنا تخلصت من لاليزيير. وراح نفصل الأشرطة اللي تجينا اللي تكون في الأمام وتكون في أعلى الكم. إذا هنا قصت فقط باش نعرف طول الأشرطة اللي راح نستعملهم. العرض تاعهم 6 سنتيمتر. إذا على بعد 6 سنتيمتر حددته. تقدروا تستعملوا المسطرة. وراح نقص الأشرطة تاعي، الأشرطة اللي راح يكونوا في أعلى الكم والأشرطة اللي راح يكونوا في الأمام في منتصف أمام الصدر. إذا انت أعلى الكم خذيته 60 سنتيمتر أو 65 سنتيمتر، لأني راح نستعمل لاستيك هنا بهذا الشكل. أما القطعتين الأماميتين فيكونوا قد القطعة اللي راح نلصقوها فيها تماما، يعني 25 سنتيمتر. هنا راح نقص أشرطة رقاق عرض 1.5 سنتيمتر فقط، باش نستعملهم الخيوط هذوك اللي يربطوا الأكمام من الأسفل ويربطوا منتصف الأمام. بعد ما نقص الشريط تاعي اللي هو 1.5 سنتيمتر، راح نجبدو فقط وحده وحده يشكل لنا هذوك الخيوط. خذيت القطعتين الأماميتين حطيت لهم الشريط هذا تاع الغليكولون، وراح
نحددهم نلصقهم بالحديد بهذا الشكل بالمكواة باش يكونوا واقفين شوية، باش كي ندير فيهم نثقبهم بهذوك الريفيات او الثقوب هذوك يعني يجيو متقونين. راح نبدا الخياطة. بديت اول حاجة باللي بانس تاع القطعة الامامية، يتخيطوا بهذا الشكل. القطعتين الاماميتين بنفس الطريقة. جبت الأشرطة تاعي اللي حددتهم وراح نلصقهم من الأمام في منتصف أمام القطعة الأمامية بهذه الطريقة. هنا اخترت لكم أسهل طريقة ممكنة للخياطة لهذه القندورة، يعني كاين عدة طرق لكن أنا خذيت أسهل طريقة وأبسطها. هنا حددت المنتصف تاع القطعة السفلية اللي راح تكون من الأمام ونلصقها مع القطعة الأمامية العلوية. راح ناخذ الآن الجزء العلوي اللي من الخلف وراح نخيط لي بانس، خيط لي بانس تاع الخلف، وكيف كيف راح نلصق الجزء السفلي الخلفي من جهة الخصر. دركا راح نوجدوا الأكمام. خذيت القطعتين الأشرطة تاع القطيفة اللي زدتهم، خذيت قطعة تاع لاستيك طولها 25 سنتيمتر، قطعتين، قطعة لكلكم طولها 25 سنتيمتر. راح نلصقها بهذه الطريقة، نثبتها على بعد 1 سنتيمتر من الحافة، ونطوي القطيفة تاعي ونروح نخيط قبلها، يعني نخلي لاستيك او الداخل لاستيك، ولا تقدري تخيطي وتعاودي تدخليه انا نستعمل هذه الطريقه تجيني اسهل. نخيط قبل لاستيك واني حاكمته بيدي لاستيك باش نخليش يدخل، نخيط على بعد 1 سنتيمتر، نزيد نثبت لاستيك تاعي في الجهه الاخرى، ونروح الان نزيد نخيط ورا لاستيك، يعني لاستيك نخليه في الوسط، خياطة من جانبين، خيط وراه. كاين عدة طرق يعني نقدروا نخيطوا بها القطعة هذه. راح نلصقها في اعلى الكم.
الكم تاعي كما تتذكروا فصلته مستطيل. راح نلصق القطعة هذه، الشريط هذا تاع القطيفة لصقه في اعلى الكم بهذه الطريقة. دركا حنقفل الكم تاعي، خليت 15 سنتيمتر، مش عاد بديت نقفل فتحة، خليت فتحة طولها 15 سنتيمتر وقفلت. في الاسفل كيف خليت 1.5 تقريبا سنتيمتر في الاسفل قبل ما نحبس الخياطة تاعي. جبت هذوك الخيوط اللي درتهم، خذيت وين خليت هذاك 1.5 وركبت الخيط تاعي لداخل بهذه الطريقة، حطيته. نحاول ما نخيطش فوقه، خيط بحداه ونخليه يتحرك بحرية لداخل. خيطت على كامل الحافة بحيث نخلي الأطراف تاع الخيط هذاك في الخارج، ويمكن سحبهم بهذه الطريقة وراح تعطينا منظر جذاب. نربطوها. هاو الكم تاعي واجد، ما بقالنا غير نلصقوه في القندورة. قبل ما نلصقو خذيت قطعة تاع لاستيك طولها 8 أو 10 سنتيمتر، راح نلصقها في أعلى القطعة الخلفية بهذه الطريقة، في أعلى القطعة الخلفية يعني في الرقبة الخلفية، باش تعطينا مطاطية في الخلف. دركا راح نروحوا نلصقوا القندورة تاعي في الجناب، يعني الجهة الأمامية مع الجهة الخلفية في الجانبين، نلصقوها نخيطوها من الأعلى للأسفل في الجانبين قبل ما نلصقوا الأكمام. بعد ما لصقت الجهتين تاع القندورة الأمامية والخلفية، جبت الكم تاعي من جهة الطابق وراح نلصقه بهذه الطريقة في الفتحة هذيك اللي خليتها من الأعلى الكم. لصقته، كانت هذه هي. بقى لي غير نثقب الجهة الأمامية، وكانت هذه هي النتيجة. نتمنى يعجبكم الموديل، ادعموني بالتعليقات كما مايلفين، واللي ما هيش مشتركة في القناة تشترك في القناة وتضغط على زر التنبيهات باش يوصلها كل جديد. وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.